الله الله عليك يا ويسو. لابوبو باينه، بس اهم حاجه ايس كوفي من غير ايس. كان في تلج والله، بس معرفش ساح ليه. بعدين مش عارف ازاي شفطه ازاز. خلصها وارجع لكم بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ وفيديو جديد. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وانزل حط لايك على الفيديو لو مش حاطط لايك، واشترك في القناه لو مش مشترك. النهارده موضوع بقالنا كتير ما اتكلمناش فيه، والقصه كانت نايمه ومحدش كان بيجيب سيرتها خالص. موضوع ابراهيم شيكا وتجاره اللي انتوا عارفينه بقى، علشان خاطر اليوتيوب بيحظر الكلمه دي. فظهرت بقى حاجات جديده اليومين دول، وظهر امور خطيره جدا، ومش عارفين بقى الموضوع رايح فين صراحه. فالقصه كلها ان ام ابراهيم شيكا طلعت اليومين دول وقالت لك انا ماليش دعوه، انا عايزه تخرجوا لي جثه ابني وتشوفوا لي موضوع حاجاته دي راحت فين. يا جماعه هنسميها تجاره الحاجات عشان كلمه الاعضاء، يا نهار اسود انا قلتها. هنسميها تجاره الحاجات عشان الكلمه اللي انتوا فاهمينها بتاخد حظر على اليوتيوب، تمام، وبتعمل مشاكل في الفيديو. طلعت ام ابراهيم شيكا قالت لك انا عايزه اطلع جثه ابني علشان انا شاكه ان هم تاجروا في حاجات، فشوفوا لي بقى حاجاته دي راحت فين واعرفوا لي الموضوع، وانا حق ابني مش هسيبه. مش هنطول، تعالوا نسمع الفيديو الاول مع بعض. والناس لما نزلت عليها سلخ من ناحيتي انا جت هنا عند العمده واصطلحت معايا ومش عارفه ايه، وما ادتنيش اي حاجه، ما ادتنيش اي حاجه. مفكرين الناس بقى لما اصطلحت معايا مفكرين ان انا اخدت حق، ما خدتش اي حاجه. فانا دلوقتي عايزه حق ابني، حق ابني اللي خدوه لحم ورموا عظم، ماشي. عشان كده ما يرضيش ربنا. يعني ايه جت هنا وما ادتنيش اي حاجه؟ انا بس عايز احلل الفيديو واحده واحده. طبعا كلنا شاكين في موضوع ابراهيم شيكا، وعارفين ان في حاجات مريبه حصلت، وعارفين ان هيبقى وراها قصه كبيره جدا وهتظهر في خلال الايام اللي جايه. يعني ايه انا ابني ما خدتش حاجه؟ بمعنى ايه؟ انت طالعه دلوقتي بتقول ان ابني اتاخدت حاجاته. طيب هل انت كنت عارفه ان ابنك اتاخدت حاجاته فانت كنت مستنيه بقى اللي يجيلك من ورا الحاجات بتاعته اللي اتاخدت، ولا ايه بالظبط؟ والافتراء والظلم اللي هم عملوه فيا وفي ابني حرام عليك. واخده حق، واخده المفتاح بتاع التراب، واحنا نروح في اخر الدنيا من هنا لهناك لمصر ونقف من بره لكنه غرب. هي تاخد المفاتيح بتاع التراب عشان ما حدش يروح وما حدش يعمل، انما تاخرنا المشوار برضو ورانا الفاتحه وعملنا اللازم ورحنا برضو جبرنا بخاطر عشان يحس بينا. طب هي ليه هبه واخده مفاتيح التراب دي؟ غريبه برضو. يعني هو اصلا بالعاده لما بيكون في تراب خاصه بيبقى المفتاح مع الراجل التراب اللي موجود في المكان. يعني انا ما اخدش المفتاح معايا، المفتاح دايما بيبقى مع الترابي علشان خاطر لو في حد جاي لزياره للشخص الفلاني بيلاقي المفتاح موجود وبيدخل يزوره ويقرا له الفاتحه او ايا كان بقى. لكن ايه فكره انك انت يا هبه واخده المفتاح علشان ما حدش يروح؟ فدي غريبه صراحه. هو حاسس بينا وعارف كل حاجه. انت السلام عليكم. فاحنا عايزين نريح الكل ونجيب له حق ان شاء الله. انتوا قدمتوا ببلاغ؟ ايوه قدمنا بلاغ. منديش ليه؟ مش يشكر ألف مليون شكر، ومهما الواحد يشكر فيه عمره ما هيكفي صراحه. ده المحامي اللي شال المستشار مالك. وما نشكره والله ما هنكفيه. انت شاكه في موت ابنك؟ ايوه انا حاسه بيه، والله حاسه بيه. حسيت بيه على طول من ساعه ما قبل ما يموت، من ساعه ما رجعت له، طلقت منه ورجعت له. حسيت بيه ان هو مش ميت طبيعي، قسما بالله وحياة اللي خلقني انا حاسه بيه ان هو مش ميت طبيعي. بكلمك بكل صراحة والله. وده شكل ميت طبيعي مسافة 3 شهور. ها؟ بس هو كان مريض كانسر يعني ومريض لا سرطان؟ لا مفيش. لا يعني انت شاكه في حاجة معينة اتاخدت منك؟ ايوه مفيش حاجة. ما هو ما كانش تعبان زي ما انت شايفه كده، شايفه ده منظر تعبان الرياضي. ده تصريح خطير جدا. ده اللي بيتقال ده هيقلب الدنيا وهيقلب كل الموازين. يعني ام ابراهيم شيكا دلوقتي بتنكر
ان ابنها كان عنده سرطان. ده انكار. لا، ما كانش عنده حاجه وما كانش تعبان وما كانش عنده اي حاجه. اللي بتقوله ام ابراهيم شيكا، بالرغم ان ام ابراهيم شيكا قبل كده طلعت وقالت ده مات زي ما مات ابوه، يعني ابوه كان عنده نفس المرض. طب منين بقى ما كانش عنده حاجه؟ طب انت كنت تعرفي حاجه يا حاجه؟ طب انت كنت مشاركه في الفيلم ده؟ ما دي مصيبه برضو، احنا مش عارفين حاجه. وابراهيم موضوع ان اتاخد منه حاجات ده الكلام ده احنا شاكين فيه بنسبه كبيره قوي، والشك الاكبر في هبه هي ورا كل القصص دي. بس انت يا حاجه على اي اساس بتاكدي الكلام؟ وليه طالعه دلوقتي تاكديه؟ هل انت كنت تعرفي وتوعدتي مثلا بحاجه وما حدش ادالك حاجه فطالعه بقى خلاص تقلبي الترابيزه على الكل؟ اللي بيلعب كوره وصرفت عليه دم قلبي، ها 100 صحته 100 قلت فيه ولا الهوا، كان زي الفل. ويقول لي أرض سدم عليك قدي، مسافة ثواني خلصت عليه. أيوة. تعرفت ان هي كانت عارضه الصفحات الخاصه بتاعته للبيع؟ لا ما تعرضهاش، مش بتاعتها، ما تعرضهاش. تعرضها ليه؟ هي بتاعتها؟ ما تعرضهاش، ده بتاعت الغالي وباسمه هو، مش بتاعتها هي ولا باسمها هي. هي جابت من الاخر وكتر خيرها على اللي عملته فينا. هي طلعت اشعاعات وتحاليل عرضتها على صفحتها الشخصيه وقالت ان جسمه سليم ومفيش اي حاجه. لا والله، لا والله. وان هو الوفاه بسبب بعد صراع مع مرض السرطان. لا يا حبيبي، لا، ابني ما كانش فيه اي حاجه. يا جماعه ده انكار، ده بتنكر، يعني هي مش بتتوقع. يعني احنا كلنا بنتوقع، كل اللي احنا بنقوله مجرد ان احنا حاسين ان في حاجه غلط، مش متاكدين، محدش فينا عنده اثبات. كلنا ماشيين ورا كلام مروه، ورا كلام الناس تانية، وورا اللي كان بيحصل والفيديوهات اللي نزلت والدكتور اللي راح له ابراهيم شيكا وصوره والشكل العمليه اللي عملها وآية بطني. كلنا ماشيين ورا كل القيود دي وبنقول ان هو اتاخدت منه الحاجات بتاعته. لكن امه بتاكد، يعني بتقول لا ده ما كانش عنده سرطان، ده كان طبيعي وكان كويس وكان زي الفل. وطبعا كانوا متطلقين، ابراهيم شيكا وهبه كانوا متطلقين اساسا ومنفصلين. فقالت لك لما رجعت له اتقلب حاله تماما واتغير. وانا بقول لكم متاكده 100%، متأكدة 100% ما كانش فيه أي حاجة خالص، لا سرطان ولا تبطل فيه. انتوا اتقدمتم ببلاغ للتأكد من الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بالتحديد في أجزاء من جسم شيكا ممكن تكون اتاخدت، الكلى وفص الكبد. لا بالأكيد، مش بالأونطة، بالأكيد أنا متأكدة 100%. ده بالتأكيد اتاخد منه، بالتأكيد فص الكبد، بالتأكيد ده 100%. والله حاجة تحير. وهبة عليها علامات استفهام كتير جدا. الكلام ده بنقوله بقالنا كتير، عليها علامات استفهام كتير جدا. اصلا قصه ان هي تروح تشتري تربه ب 300,000 جنيه فدي حاجه غريبه صراحه. ما انتوا سهل جدا تدفنوه في تراب العيله، فانت ليه تشتري تربه مخصصه ليه هو ومفتاحها يبقى في جيبك حتى مش مع التربه نفسه؟ فاللي احنا سامعينه ان هم يخرجوا الجثمان علشان يشرحوه، علشان يتاكدوا من صحه الكلام ده حاليا دلوقتي في اخبار مؤكده بالكلام ده. اسمعوا بقى الكلام التاني ده معايا كده وخلونا نركز فيه مع بعض واحده واحده برضو ونحلل الفيديو سوا. مرات ابراهيم شيكا عملت لي بلوك، وحق هذا الكتاب ما بكدب في حرف. سجلوا الفيديو ده عشان الفيديو ده هيبقى كارثة حقيقية. وحق هذا الكتاب يا اخي ما بكدب عليك في حرف. دخلت على الاكونت بتاعها، مفيش، مش مديني اي حاجة. ركزوا بقى في اللي انا قلته وانتوا تأكدوا ان في حاجة. الفيديو بتاع يوم وفاة ابراهيم شيكا، هي صورت كده وانا طلعت علقت على الموقف ذات نفسه، وكل الناس قالت لا ده مش تصرف حد، اللي مات ده عزيز عليه. تمام؟ دي نقطة مهمة في الفيديو، دي كارثة حقيقية. يعني عامة دي جريمة كده. لو جيت تخرج من بره كده تقول لا الشخص ده ما بيحبوش.
هو فعلا في حاجة غريبة يا جماعة، هي لما اتصورت مع ابراهيم شيكا لما مات وخدت معاه الفيديو ده كان تصرف غريب جدا من هبة صراحة. في ناس حللت وانا من الناس اللي توقعت، قلت طب ما يا جماعة هي اصلا متوقعة موته، يعني هي اصلا قدامها عارفة ان الشخص ده خلاص ميت، خلاص هي عارفة انه خلاص كده كده ده شخص عايش ميت، فاذا عادي طبيعي جدا ان هي ممكن تفتح فيديو وتصور طبيعي في حالة ان هي عايزة توثق ذكرى بس معاه اخيرة ان هو كان في حضنها على سبيل المثال. يعني انا احسنت الظن، ولكن برضو ترجع للنقطة التانية، في رهبة للموت. رهبة الموت فين؟ وده غريب. ما هو انت هنا لما يكون شخص عزيز عليك وتوفى في رهبة في الموضوع، ما ينفعش. يعني ازاي يجيلك قلب تفتح فيديو وتصوره؟ يعني انا ما تحملتش احضن امي، كنت بحضنها وانا منهار لما كانت خلاص توفت، يعني انا ده كان الوداع الاخير، فانا مثلا كنت منهار جدا، بالرغم ان انا كنت مهيئ نفسي قبلها مثلا بكام يوم ان خلاص يعني احنا في اللحظات الاخيره، بس كان في رهبه في الموضوع. لو بيحبه ازاي هيجي في دماغه في عقله كده ان هو يطلع الفيديو؟ اصلا دماغك دي مبتبقاش موجوده، مبقاش في اي حاجه اصلا، عقلك ده مبقاش مستوعب اي حاجه. دي حاجه. الحاجه التانية، تمام، بما انك عملت لي بلوك يعني، فانا هحاول اقول كل اللي عندي، وانا مش بتهمك في اي حاجه وما عنديش مشكله معاك اساسا، بس الواحد بيسعى في ان هو يظهر الحق. تاني حاجه، لما انت قلتي انك حلمتي ان هو هيموت بعد 3 ايام ورحت اشتريتي له تربه وخيرتيه بين دي يعني يدفن في انهي، مش عارف انت عملتها ازاي، مش عارف. والمذيعه كانت واقفه قدامك ما علقتش على دي، بس ما علينا يعني. تاني حاجه برضو دي جزئية غريبة برضو. يعني هنا هبة لما كانت طالعة مع مذيعة وكانت بتتكلم معاها وبتقول لها ده أنا حلمت إن أنا بشتري له تربة وكنت بخيره ما بين التربة الفلانية والتربة الفلانية، وقامت حققت الحلم وراحت اشترت تربة. طبعا هي حاجة غريبة علشان تبرر للناس هي ليه اشترت تربة، لأن برضو موضوع إن أنت تشتري تربة خاصة بإبراهيم شيكا بس وتحطيه فيها وما تحطوش في مدافن العيلة وب300,000 جنيه، أنت في الوقت ده محتاجة الفلوس، فأنت لو معاكي 300,000 عشان تشتري تربة فأنت معاكي زيهم 5-6 أضعاف ويمكن أكتر أو 70 ضعف كمان. إذا ما كانش اللي يخليك تطلع 300,000 جنيه ده مبلغ مش قليل. متهيألي في الوقت ده ولادك أولى. وبرضه بعد 300,000 جنيه أنت رحت سكتي أم إبراهيم شيكا وإخواته بحوالي 100,000 جنيه لما حصل مشادات ما بينكم. أنت بلسانك طلعت وقلت إن التبرعات كلها اللي جت اتصرفت على مرض إبراهيم شيكا والمستشفيات، يعني مفيش جنيه فضل معاكي من فلوس إبراهيم شيكا، والتبرعات كلها اللي جت لم تبرعات كتير وكلها راحت على المرض والعلاج. صح الكلام؟ صح الكلام. طيب بيبقى في فائض لدرجة ان انت تروحي تشتري تربة ب300,000 جنيه وتدي لأهله كمان شوية فلوس؟ ده كان شيء غريب وعليه علامات استفهام كتير جدا. وانت عشان تبرري للموضوع والناس ما تتكلمش فيه طلعت وقلت اصلا انا حلمت ان بشتري تربة وبقول له دي ولا دي فقال لي دي فرحت اشتريت دي. برضو ده مش مفهوم. الصورة تالت حاجة ولا ايه؟ الصورة اللي انت متصوراها اديهم ولا بيع كليتي؟ انا صح وتاكدوا من الكلام ده وراجعوا بنفسكم. اخرج بره الموضوع كده، حتى لو انت بتحب الشخصيه دي اخرج بره الموضوع يا باشا، وهات ال3 حاجات دي وحطهم كده قصاد بعض. هيدوك ايه؟ هيدوك ايه؟ هيدوك ان في حاجه غريبه في الشخصيه دي، وانا اقسم بالله ما بتهم في حاجه، بس اللي انت عملتيه ده بيثبت كلامي للاسف. انا كده عملت اللي عليا، انا كده يا بص، هو موضوع اديهم ولا بيع كليتي، الكلمتين اللي كتبتهم على قبر ابراهيم شيكا، انا واحد من الناس حللت الموضوع ازاي؟ حللته بطريقتين، طريقه تدينها وطريقه يعني تنفي التهمه من عليها. الطريقه اللي تنفي التهمه من عليها ان هي يعني جمله مثلا في المطلق احنا بنقولها، ابيع كليتي يعني عشان اشتري كذا، ابيع كليتي علشان اعمل لك، دي جمله في المطلق كلنا بنقولها. بس في نفس الوقت لما ربطنا الاحداث ببعضيها وقصه الكلى ومش الكلى وهي كاتبه اديهم ولا بيع كليتي، تيجي تربطها بالحدث تلاقي ان الجمله اتكتبت في سهو. وخصوصا لما هي كتبت الجمله في الوقت ده وتصورت الصوره ونزلت، ما كانش فيه اي كلام على ابراهيم شيكا وموضوع ان هو اتاخد منه حاجه ولا كل الكلام ده. وقتها كانش فيه اصلا قصه، كانش فيه موضوع.
فبعدين لما الناس بدأت تتكلم، وبعدين لما مروة ظهرت وطلعت اتكلمت وكشفت كل الامور دي، لما جينا نربط الصورة بالحدث لقينا ان انت كاتباها عن طريق اصلا احداث حصلت. المفروض تتوقع برضه، كلها توقعات، لسه النيابة بتحقق ولسه الدولة بتحقق في الامور ديت ولسه مش عارفين النتائج ايه. خلاص دلوقتي طلع قرار رسمي باستخراج جثة ابراهيم علشان يعرفوا الحكاية من اولها لاخرها. دول هيطلعوا جثة ابراهيم شيكا من القبر عشان يحققوا في القضية تاني. وايه اللي حصل بالظبط؟ المحامي العام للنيابات بتاعت غرب طنطا اصدر توجيهات عاجلة لرئيس النيابة العامة هناك ان هم يفتحوا باب التحقيق تاني في القضية. طب هو مين السبب ومين اللي طلب كده اصلا؟ مين اللي من حقه يطلب ان التحقيق يتفتح تاني؟ والدة ابراهيم شيكا. انا دلوقتي عايز حق ابني اللي خدوه لحم ورماه. ايه ده؟ طب هي عايزه ايه؟ بتتهم مرات وناس تانية ان هم السبب في وفاته وان هم اهملوا في العلاج بتاعه واستولوا على بعض من اعضائه. ده اللي اتذكر في البلاغ، وعايزين يفتحوا التحقيق تاني ويبقى في طب شرعي والكلام ده. حتى والدته بتقول ان كان في خلافات كبيره جدا جدا ما بين هو ومراته، وامه بتاكد كده بتقول ان ابني ما ماتش بسبب السرطان، وان اللي كانوا حواليه هم اللي اوهموه بالمرض بتاعه عشان ياخدوا الحاجات اللي هم عايزينها منه. انا ما اعرفش بقى ازاي هيستخرجوا جثته، بس لو ده حصل فعلا هيفتح ملفات كتير جدا. في الاول وفي الاخر الله يرحمه، ولو فعلا والدته صادقه يخرجوه عشان حقه يتجاب. لكن لو في حد عامل ترند وغرض الشهرة والكلام ده بلاش نخرجه من القبر بتاعه، لان اكرام الميت دفنه، مش نقعد نطلع الجثة وندخل فيها. ربنا يظهر الحق باذن الله. هو زي ما انتم سمعتوا كده يا جماعه، الموضوع دلوقتي بقى رسمي وبقى فيه قرار ان هم يخرجوا الجثه علشان يعرفوا الموضوع راح فين. ولكن خروج جثمان ابراهيم ده هيفتح ملفات كتير جدا وهيجيب بقى المستخبي كله. ولو اثبتوا بجد ان هو فعلا اتاخد منه حاجه، هبه شكرا راحت في الرجلين. هبه اصلا تصرفاتها الاخيره غريبه جدا، مش مفهومه صراحه. يعني لسه مؤخرا راحه جايه كده مع شخص مش عارفين ده مين، يعني احنا بنقول تقريبا في شهور عده. فالشخص ده كان منزل ستوري ليهم هما الاتنين مع بعض، وكان كاتب كلمتين كده برضو مش مفهومين عليهم لغط. يعني قال يعني هما اتنين ارتبطوا، والكلام بيقول ان هي ارتبطت بالشخص ده. لما نزل ستوري وناس خدته وشافت الصوره بتاعتها وهي لابسه اللبس، هو كان منزل صوره رجليهم كده، كان وشها ما كانش باين. فلما جابوا الفستان اللي كانت لابساه، فطلعت هي اكدت وقالت لك يا جماعه ده اخويا، وده اخويا اللي ماليش غيره، وده اخويا اللي بحبه حتى ولو اخوكي. يعني ايه؟ ما هو مفيش حاجه اسمها اخويا ومش اخويا، وانت اصلا لسه المفروض في شهور عده. ده اللي احنا المفروض فاهمينه وعارفينه يا جماعه. وابراهيم شيكا توفى من امتى؟ متهيألي ما كملش، يعني متهيألي شهور العده لسه ما خلصتش. فهي طلعت نفت الموضوع، وطلع الشخص التاني اللي كان معاها برضه نفى ان هما الاتنين مرتبطين. ولكن القصه لسه مش مفهومه وهيبان كل حاجة. طيب هي حقها تعيش وتتجوز، حقها تعمل كل اللي هي عايزاه، حقها تتجوز وحقها تعيش حياتها وتبتدي حياة جديدة، بس مش بالسرعة دي. لأن لو بالسرعة دي يبقى كل اللي كان بيحصل ده تمثيل، يبقى كل اللي كان بيحصل ده استعباط، في حاجة غلط بقى. يبقى انت بقى كنت واخدة ابراهيم ده سكة علشان خاطر يتباع حاجاته وتستفادي منه وتلم من وراه فلوس، وبعد كده تعيش حياتك زي ما انت عايزة، يبقى ولا حب ولا بطيخ. ولو فعلا زي ما بتقولي كأخ ليكي، فأنا برضو أنا ماليش إن أنا أحكم عليكي، لا أنا ولا أي حد في الدنيا، أنت حرة في شهور عدة، وبعد كده نعمل اللي إحنا عايزينه. لكن مش نطلع على طول مباشرة كده، إلا إذا أنت بقى بتحب تعملي شو وحابة الناس تتكلم عليك. ما هو أنت الحاجات اللي نزلت والصور اللي نزلت واللي طلعت بتأكد إن أنت عايزة تعملي شو، يا إما بالفعل في حاجة ما بينك وما بين الشخص ده. الله أعلم الحقيقة فين، محدش عارف. ادينا إحنا منتظرين لحد ما نشوف الموضوع هيوصل لفين، وإحنا هنتابع. رجعنا تاني لقصة إبراهيم شيكا، وإن شاء الله في فيديو نازل عشان دينا مراجيح كمان في لغط في الموضوع، ودينا كمان مراجيح جت في النص، والموضوع كله هيكر بقى كل اللي وراه، وهنعرف في ايه الفتره الجايه. وصلنا لاخر الفيديو للاسف. ما تنساش بقى لو مش عامل لايك اعمل لي لايك، مش مشترك في القناه اشترك. قربنا على 10000 متابع خلاص، والله هانت. انا حاسس ان احنا بكره ولا بعده بالكتير، يا رب يعني اتمنى، ولكن ان شاء الله قربنا خلاص. لو وصلتوا معايا لحد هنا خليني اقول لكم ان انا بحبكم جدا. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد. كان معاكم موسام، سلام.